ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن الاحوال. اتمنى ان لاول مره يشوف القناه ما ينساش ان هو يشترك ويفعل الجرس وتشيروه، وكمان كومنتاتكم الجميله زيكم. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت نصلي على النبي. بصوا النهارده هقول لكم على سمكه البنطلون. سمكه البنطلون على فكره يا جماعه كل اللي بيتكلم على سمكه من هنا اللي هي من الحجر من هنا لتحت. لا، سمكه البنطلون بتبقى اتنين، يا اما بتعملي من هنا لفوق يا اما بتعملي من هنا لتحت، وده على حسب الطول اللي انت عايزاه. يعني ملهاش مقاس ثابت زي ناس كتيره مثبته مقاسها، لا طبعا هي ملهاش مقاس ثابت. في اللي عاوز يوسع البنطلون شويه حلوين، وفي اللي عاوز ياخد السمكه دي صغننه، يعني على حسب انت شوفي الحاله اللي قدامك او الزبون اللي قدامك هو طالب. انا هنا هعملها اللي هي من فوق لحد تحت، لان زي ما انتم شايفين كده ان البنطلون فيه مشكله من الناحيتين. يعني معنى ذلك ان المشكله او ضيق البنطلون من عند البطن، بس لازم برضو بتزودي من هنا شويه. خلاص بتدي من هنا مساحه. طيب انا هعملها ايه كده؟ انا هعملها طول 12 سم. انا هنا الطول بتاعي هعملها 12 سم اهي كده تمام. انا المساحه دي هعملها ايه؟ هعملها حوالي 9 سم. 9 سم او 12 سم دول، يعني انا كده واخده خياطتي واخده يعني كلها. طب انا بجيب حته كده، انا هنا عندي دي اصلا مثلثه، فانا كده خدتها قلت استغلها. فانا هعمل كده، هاخد المساحه بتاعتي 9 سم، بس هنصف بسم الله هنا 5.5 عشان اخد النص بتاعي مظبوط بتاع القماشه، واخد من حواليها هنا 4 وشويه، يعني ايه 9 سم. دي هنا عندي 11، فانا عايزه ايه؟ عايزه 9 سم بالظبط. فانا بالتالي انا هعمل من هنا من عند 10.5 وهعمل من عند 1.5، فتديني مساحه 9 سم. ايه لازم المساحه دي تكون مظبوطه عشان ما تلاقيش فلحه. ومن هنا كده بالطول اللي انا عايزاه هاخد 12 سم اهي، واتاكد ان هي بالنص برضه. هاخد من هنا وابتدي ان انا اقسم المسافه كده عشان اتاكد ان هي في النص بالظبط اهي مظبوطه. وهبتدي بالمسطره وهعمل كده. لازم اعمل الحركه دي ضروري، يعني مش هقص كده عشوائي. بسم الله من هنا واقص. ما عملتلك كده طبعا ان انت لازم تبقي حتى دبوس كده عشان ما تبقاش اللي تحت اكبر من اللي فوق او العكس صحيح مش مظبوطه. ومن هنا قبل ما تفكي الدبوس تاخدي كده علامه اسمها فرد، ومن الناحيه الثانيه شرطه تمام. وابتدي ان انا هفتح الدبوس عشان اوريك الشكل بتاعه. هو عباره عن هتحس ان هو شكله معين. ببتدي اعمل ايه؟ انا هنا اقص بقى اللي هي الحتت اللي بايظه دي، والتزم بالمقاس اللي انا عاملاه برده كده. هو بالشكل ده انا كنت قايله ان هو ايه 12 برده. علامه من هنا وعلامه من هنا. شوف انا واخده هنا قد ايه؟ 3 سم. من هنا 3 سم. وهبتدي ان انا اوصل كل الحاجات دي عشان تطلع معايا شغل مظبوط، وما تكونش السمكه معايا فيها لوحه، عشان لوحه البنطلون بتبقى فيها مشكله ما بيتريحش في اللبس. هعمل هنا كده الاثنين ورا وقدام وارجع. بصي شفت انا العلامه اللي انا علمتها؟ ببتدي ان انا احطها عند الخياطه بتاعتي من هنا بالشكل ده كده. كده انا ضمنت ان انا ما رحلتش الشغل بتاعي اهي كده. بوس من هنا مظبوط بقى بالشكل ده كده. بصي قمر هتيجي من عند العلامه من اهوت اللي هي كده في النص عشان تبقى ظابطه معاكي، وهتيجي هتخيطي كل جزء وتعملي هنا فرمه تثبيته الغرزه. انا الاثنين ظبطهم على بعض كده. الجزء كده بصي هتيجي معاكي مظبوطه بالاخر. انا هنا وريتك كده انا عملت من هنا من الجنب ده وعملت من الجنب ده بعد كده. انا عشان انا بعمل الموضوع ده على طول، فانا هنا هبتديها من اولها كده اهو، بس بجيب من تحت شويه علشان هبقى قافله الفراغ اللي موجود في الحته ديت ما بين السمك. بسم الله. وبرده بديها تثبيت كده وهبتدي. انا هنا الاثنين مظبوطين معايا اهو. انا عشان انا قايله لك لو انت مبتدئه او كده مش عارفه ابتدي من النص كده وارجعي تكملي كده. المهم ان يكون شغلك يكون مظبوط. شوفي الطريقه اللي تناسبك. الخياطه على فكره يا جماعه فيها قوانين وكده، بس ما هياش يعني فيها صعوبه. في قوانين مقاسات، قوانين الحاجات دي، وفي قوانين ان انا امشي عليها زي ما مثلا طريقه السمكه بالطريقه دي عشان تطلع معايا مظبوطه. لكن في الاول وفي الاخر برضو الخياطه سهله. اخر السمكه اهي، وابتدي ان انا برضو اقفل الجنب التاني وهكمل بيه الحته من في حاجه نسيت اقول لك عليها. قبل ما تركبي الحجر هنا او في المكان اللي هتركبي فيه، اتاكدي ان المنطقه دي متخيطه ومقفوله كويس عشان ما يبقاش فيه فراغ من هنا وتفوجئي بيه هتضطري تفكي كل. بصي كده السمكه خلصت. بصي ما فيهاش اي لوحه ومظبوطه وزي بصي كده اللي انا قصيته عوضته، وفي نفس الوقت البنطلون مظبوط وما فيهوش اي مشكله. طبعا انا هنا عاملاها باسود علشان تبان قدام عينك وتبقي شايفاها. بصي مظبوطه من قدام. يا رب تكوني استفدتي من الفيديو
تكون في معلومه مفيده ليك. ما تنسيش بقى لو الفيديو عجبك ما تنسيش اللايك والشير وكومنت ظريف زيك يا جميل، وهستنى تعليقاتكم في الكومنتات لو انتوا عايزين حاجه تانية او اقتراحاتكم بحيث ان انا اقدر انفذها لكم.